حوار أجري مع رئيس الإريتري سياس أفورقي حول مجريات الأوضاع في السودان. إذا أردنا أن نتحدث عن هذه التصريحات ألا يعتبر هذا تجاوز؟ يعني هل الرئيس السياسي أفورقي هو من يتحدث عن الديمقراطية؟ هو الذي يهجر الآن أكثر من 60% من الشعب الإريتري الآن لاجئ ما بين، يعني إن كانوا في السودان أو إن كانوا في دول الجوار أو حتى إن كانوا أبعد من ذلك. هل مثل هذا الرجل يحدث الناس عن الديمقراطية خلال حكمه الطويل؟ أول مرة يسمح التلفزيون الإريتري بنقل صلاة العيد، يعني لأكثر من كم 20 عام لأول مرة يسمح التلفزيون الإريتري بنقل صلاة العيد كانت خلال هذه العيد، ويحدث الناس عن الديمقراطية. يعني هذا تطاول طبعا وهذا سخف يعني. لكن دعنا نحاول أن نرى ما وراء هذا السخف والتطاول. قبل أيام عبر بعض قادة قوى التمرد إلى إريتريا عبر كسلة. عبروا 2 منهم، وقلنا في بعض الفضائيات إنه نحن بنتوقع ربما محاولة تنفيذ وتخفيف ضغط على قوى التمرد في الخرطوم بتحريك عمل معادي للسودان من خاصرته الشرقية، وكنت أقصد تحديدا أريتريا. ربما تصريحات هذا المجرم في هذا الاتجاه يحاول ربما أن يظهر أو يحاول أن يقدم لموقف لاحق، يعني يحاول أن يستنقذ به قوى التمرد. الناس يعلموا مصالح حميتي مع فورقي. إذا أردنا أن نتحدث عن هذه التقاطعات، هنالك يعني ربما كان من المتوقع أن القيادات التي أنت أشرت إلى أنها مضت إلى إريتريا ذهبت لتأتي بالمدد ربما لهذه القوات، خصوصا وأنكم أنت أيضا وعدد من الضيوف تحدثوا عن علاقة هذا المجرم السياسي أفورقي بهذه العملية الانقلابية، وأنه آخر زيارة قام بها هذا المتمرد حميتي كانت للسياسي أفورقي، وكانت أيضا بعيدا عن السفارة السودانية في إريتريا وبعيدا حتى عن تواصل الدبلوماسي الموجود داخل إريتريا. يعني طبعا في إطار ما نعلم من معلومات، يعني زيارات حميتي، زيارته لإثيوبيا كانت أخطر في فترة من الفترات. يعني ربما تحضير الانقلاب هذا والعملية العسكرية هذا كان تحدث عنها أخونا الدكتور محمد علي الجزولي باكر جدا، يعني حتى يعني دفع ثمن لذلك أنه احتقل. يعني حميتي كان ذهب إلى إثيوبيا وكان هناك، لكن الاستخبارات العسكرية كانت على علم به وربما استدعته وربما تحدث معه في هذا. أيضا زيارات حميتي كانت لأريتريا من هذا الجانب. لكن أنا أريد أن أقول لك أن المتوقع طبعا أن يقوم أفورقي بفعل على الحدود في محاولة تخفيف الضغط، لكن صدقني لن يكون مجديا، بل بالعكس تماما. هذا سيسرع من وتيرة العمليات العسكرية في الخرطوم، تضطر القوات المسلحة أن تسقط كثير جدا من المباني على رؤوس هؤلاء المتمردين، وستتخلى القوات المسلحة عن حالة الحذر التي ظلت يعني تنتهج طيلة الفترة التي مضت. كذلك القوى العسكرية المرابطة في شرق السودان تستطيع أن تتعامل مع هذه القوى. أيضا أي تصرف أهوج من السياس أيضا سيخضع وسيجعل تحت يعني أيضا أضرار إقليمية هو يعلمها جيدا ويعلم تعقيداتها. هو دولة ضعيفة جدا وعنده تعقيداته وعنده مشاكله الداخلية ومشاكله الخاصة، ويمكن بسهولة جدا وضع السكين على الجرح الإريتري ووضع السكين على جرح سياسي أفورقي شخصيا، ويمكن إيجاعه بقليل جدا من الجهد السياسي والجهد العسكري. لهذا أنا لا أتوقع أن يكون ما يقوم به أفورقي فاعلا أو مفيدا لقوة التمرد، بل سيكون مضرا جدا به إن فكر هو في هذا الاتجاه.